وقف وقف وقف. خير خير، شو في؟ في حاجز بآخر الشارع. هو لك هذا حاجز موسيقي يا زلمة؟ حاجز موسيقي؟ ايه حاجز موسيقي عملوه شباب، حاجز باند. شو هاد يعني؟ هدول فرقة موسيقية حمصية، بما انه حمصية ومن العاصمة تبعهم بيعملوا حواجز وين ما بدهم وكيف ما بدهم. ايه إذا هيك بسيطة، روح على الحاجز وخليهم يسمعونا وفيها حلقة اليوم. أهلا بكل المستمعين، شكرا لاختياركم محطتنا. إذاعتنا ما فيها أخبار وإعلانات وما بتشبه بقية الإذاعات. إرسالنا عالموجة الجديدة، مركزنا هو الأرض، وما عنا تردد رح نبدأ فوراً بالعرض. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بالحلقة 10 من برنامجنا الفن بثورتنا الكبيرة. طبعا ضيفنا اليوم مخرج سوري حصل بآخر فيلم إله على جائزة سمير قصير لحرية الصحافة عن فئة السمع البصري. عروة المقداد برصيده 3 أفلام لحد اللحظة: فيلم بعدنا طيبين، وتحت سماء حلب، والفيلم الأخير شارع الموسيقى. ومشان هيك أنا وفريق الإعداد شباب حاجز باند سجلنا هاللقاء مع المخرج عروة المقداد ودردشنا شوي. مرحبا عروة، مساء الخير، كيفك؟ نور يا أهلا. أول شي مبروك على الجائزة. الله يبارك فيك، شكرا. عروة مقداد كيف بيقدم حاله للمستمعين؟ بحب مسي على الشباب الأبطال الصامدين بمختلف الجبهات بسوريا. أنا مواطن عادي مثل أي حدا بسوريا. درست بكلية الصحافة بجامعة دمشق، واشتغلت بالكتابة والإخراج. تنقلت بأكثر من مكان. بداية كان مجال عملي من أول ما بلشت الثورة بين الشام ودرعا. بعدين اضطريت إني غادر على الأردن، بعدين بيروت، بعدين صرت أتنقل بالشمال السوري بين حلب وأكثر من محافظة محررة. طيب عروة، قبل ما ندخل بالفيلم ونحكي عن الجائزة، خلينا نحكي شوي عن فيلم بعدنا طيبين من إنتاج مؤسسة بدايات، وخصوصا الحالة الغريبة إنك بلشت بالفيلم ببقع الدم على الأرض، وبقية الفيلم كان دردشة مع بياعين متجولين بحلب، وكون الفيلم أول تجربة إخراجية إلك. هلا تجربتي بالتصوير كانت بترجع لقبل هيك. اشتغلت مع البي بي سي بفيلم ترجم بعدين لاحقا لدرعا شرارة الثورة. كنت مسؤول عن تصوير المشاهد اللي لها علاقة بدرعا. ظل العمل طي الكتمان، وبسبب انه نحن كنا عم نشتغل بأسماء مستعارة. بعدين كان في أكثر من تجربة بإخراجية، للأسف ما شافوا النور لأسباب إنتاجية، وبسبب التنقل الدائم بأكثر من مكان سوريا ولاحقا برانية سوريا، فتعرض الأرشيف اللي كان موجود عندي للفقدان، وجزء منه اضطريت أني طلعه برانية سوريا. بعدنا طيبين كان بمرحلة فيها رهان على المناطق المحررة، وكان في هجوم من بعض الناس بداية دخول الجيش الحر على مدينة حلب عن العمل العسكري. فقررت أني أنزل على حلب بالبداية كصحفي، شوف عين هي التجربة على الأرض وقيمة. فكان واحدة من أمتع اللحظات بحياتي أنه أنا كنت قدران شيل الكاميرا بسوق الشعار، حطها بنص الطريق اللي هو سوق الشعار قريب على خط اشتباك بمنطقة اسمها كرم الجبل، واللي هي مليئة بالمقاتلين من مختلف الكتائب والجبهات. فكانت أمتع لحظة أنه أنا قدران أمسك الكاميرا وصور بدون ما حدا يعترض طريقي أو يسألني أنه شو عم بتصور. بعدنا طيبين كانت هي اليوم التالي لقصف النظام حي الشعار بقنبلة عنقودية راح ضحيتها 5 شهداء و34 شهيد.
آه، 5 شهداء و34 شهيد. سوري، مصاب. اوكي. كانت الحالة بحي الشعار إنه الناس رجعت كفة العمل تبعها بروح معنوية عالية، وكانت الابتسامات مثل ما بيبين الفيلم موجودة على وجوه الناس. فبلشت اللقطة ببداية الفيلم اللي هي بدم بالشارع، واللي هو كان دم طري وندي للسعد، وكان دم الشهداء سايل بهذا المكان. فبيبلش اللقطة بدماء، بعدين ننتقل لحياة الناس اللي هي رغم هذا الألم ورغم هذا الدمار ورغم القصف إني قدرانين يعيشوا، قدرانين على الأقل كان بالنسبة لي إنه يتلمسوا معنا الحرية بعيد عن النظام، برغم من وجود ظرف مرعب، القصف اليومي بالهاون أو بالطيران. فكانت الحياة مستمرة وقوية، واللي هو سببها الإحساس بالحرية، حتى لو كان الموت موجود بس نحن أحرار. وهذا اللي كنت حابب وصله من الفيلم. طيب الفيلم الثاني تحت سماء حلب اللي حضرناه على قناة العربية، احكينا قصة هالفيلم وشخصياته الثلاثة. تحت سماء حلب هو كان هو جزء من المواد المصورة اللي تصورت منها بعدنا طيبين. فكان نهاية الفيلم تحت سماء حلب هو باللحظة اللي بتطلع على الطيارة وبتزت القنبلة العنقودية. كان بيهمني يوصل يكون بعدنا طيبين جزء مختلف أو منفصل عن تحت سماء حلب، بسبب الإحساسي إنه بدي رسالة قصيرة يتداولوا الناس على اليوتيوب، تعكس وجهة نظر اللي عم بتصير بحلب. تحت سماء حلب هو امتداد هي التجربة، هي بالفترة اللي أنا كنت موجود فيها بحلب وعم صور. القصة بتحكي عن 3 شباب بأماكن مختلفة. أحمد اللي هو مقاتل من لواء التوحيد، من مؤسسين لواء التوحيد مع حجي مارع الله يرحمه. كان دائما مع الجيش الحر، وكان من ضمن الحراك السلمي الموجود بمدينة حلب. وصلاح اللي هو مقاتل ومسؤول عن توصيل الإعلاميين المحطات الإعلامية مثل الجزيرة العربية أو غير قنوات. ال3 شباب بمختلف مستوياتهم أو أعمارهم أو خلفياتهم، هن شباب وطنيين، وهن من الناس اللي اضطروا لحمل السلاح. فكانت الفكرة من الفيلم هو توصيل صوت هدول الشباب. والجزء الثاني من الفكرة اللي كنت حابب أوصلها من تحت سماء حلب هو الرعب الدائم من السماء اللي هي بهداك الوقت وحتى لحد الآن يعني محمومة بالطيران. الناس مشغولين دائما بأنه يتطلعوا على السماء لحتى يراقبوا الطيارة. ونحن بالفعل بنشوف خلال الفيلم الجزء من أو بعض الشخصيات كيف بتراقب، سواء رأفت اللي موجود عم يتنقل مع الصحفيين، أو صلاح أو أحمد. بنشوف ترقبهم الدائم للسماء، وبتنزل بالأخير طيارة، بتنزل قنبلة عنقودية وبيروح أعداد كبيرة من الضحايا. طيب راح نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا معك عروة. جنة 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 يا وطننا، جنة 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 يا وطننا، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى عروة، فيلمك الثالث شارع الموسيقى حاز على جائزة سمير قصير لحرية الصحافة عن فئة السمع البصري. كيف اجتك فكرة هالفيلم وإنك تحكي عن الموسيقيين اللي افترشوا شوارع بيروت بموسيقاهم؟
حقيقة حابب أضيف شغلة بما يخص بعدنا طيبين وتحت سماء حلب، إنه هدول التجربتين هن من التجارب اللي كانوا على حسابي الشخصي. كان في بعض النقد خصوصا لبعدنا طيبين إنه هو نوع من السياحة الثورية مثل ما انحكى، بأنه حدا بيروح على المناطق المحررة بيصور شوي وبعدين بيطلع. كان في صعوبة حقيقية بالتنقل بمدينة حلب، وخصوصا أنه هي كانت أول زيارة لي لمدينة حلب. أنا ولا مرة زايرة لهي المدينة، فكان في صعوبة حقيقية بالشغل بميزانية تقريبا تكاد تكون صفر يعني. بعدين العمليات المونتاج والعمليات الفنية الثانية. الشارع المسيء هو اجى بالتوازي كمان مع تحت سماء حلب وبعدنا طيبين. كنت راجع من حلب على بيروت، وعم بحاول لاقي دعم للفيلم اللي هو كان أطول، تحت سماء حلب. حقيقة كان في خيبة كبيرة من كتير جهات محسوبة على الثورة لدعم الأفلام الوثائقية، بس بالمقابل كان في مجموعة من الشباب اللي هن عم بيعزفوا بشارع الحمراء ببيروت. كانت صدمة بالبداية إنه أنا أشوفهم عم بيعزفوا، وكانت ذكرى الأصدقاء اللي استشهدوا بحلب لساعتها الجرح لساعته مثل ما بيقولوا طري. فحاولت أفهم كيف ممكن الناس عم بتقاوم بمختلف الأشكال، سواء بالسلاح أو بالحراك المدني أو بالصمود، الناس اللي صامدة ورافضة تطلع برانية حلب أو المناطق المحررة، وكيف في ناس مختارة أنه هي تعزف بالطريق. الرهان الأول اللي كان موجود عندي هو أنه أقدر أشوف الرؤية، لأنه جزء من الثورة أنه الواحد ما يتمترس وراء وجهة نظره. مو كل الناس قادرين على أنه يشيلوا سلاح، ومو كل الناس قادرين أنه يصمدوا بالمناطق المحررة. فكان رهاني وجزء من التحدي الداخلي أنه أنا أقدر أشوف المشهد بالكامل. الجزء الثاني واللي هن وصلوا لي الشباب، واللي بعدين اكتشفت أنه هن كانوا ناشطين بالعمل، أو جزء منهم أو بعضهم عفوا كانوا ناشطين بالعمل المدني ببداية الثورة أو السلمي، وفي منهم تعرض للاعتقال. ووصلوا لي انه هذا جزء من الثوره، انه هن كسوريين قدرانين يتواصلوا مع المحيط ايا يكن هذا المحيط، سواء بيروت او بغير اماكن، وقدرانين يقدموا صوره حضاريه، لانه كان جزء من حرب النظام على هي الثوره انه هي تطلع ثوره متخلفه، ثوره بيطلق عليها تسميات جهاديه او وهابيه او الى اخره. واشتغل بحملة ما صار لزمان طالعة، واللي هي عن أبو شاكر وعن مجموعة من الشباب كمان اللي بيغنوا بشوارع الشام. فهو كان عم بيعمل حملات لحتى يشوه هاي الثورة. بالمقابل كان في هدول الشباب عم بيحاولوا يقدموا صورة حلوة، وهذا رهان كان كتير كبير ببيروت، لأنه نحن بنعرف قد ايه في مناطق في عنصريه تجاه السوريين بسبب وجود النظام بلبنان. طيب عروة، هل موسيقى الشارع بالخصوص قادرة على إيصال الأفكار والرسائل، خصوصا بعد ما سمعنا أحد الأشخاص بالفيلم بيقول مظاهرة موسيقية، أو إنه الموسيقي بيحارب بنوتاته؟ فهل السلاح الموسيقي كمان أو بيانو أو جيتار قادر على التأثير؟ قادر على التأثير حقيقة ما بعرف، لأنه الفنون بالعموم هي أثر طويل الأمد، هي مثل ما بيقولوا أثر الفراشة، أثر تراكمي. بس يعني بالأكيد هي وسيلة تعبير، وهي وسيلة لأنه الإنسان يعكس وجهة نظره باللي عم بيصير. مثل ما قال أحد الشباب الموسيقيين إنه هي طريقتي بالتعبير عن ثورتي، أو هذا سلاحي اللي أنا بمتلكه. ومن حق أي إنسان يعبر عن ثورته أو عن أفكاره بالطريقة اللي بده إياه، وهذا كان جزء من أسباب الثورة بسوريا، إنه نحن كنا محرومين من إنه نعبر عن آرائنا وعن أفكارنا. وهذا اللي بيقوله علاء ببداية الفيلم، إنه هن جربوا بالشام ينزلوا يعزفوا موسيقى، فاجت المخابرات ومنعتهم. وكلياتنا بنعرف حتى بالحملة اللي أطلق النظام، واللي هي عن الشباب اللي بيعزفوا بشوارع الشام، نحن بنعرف إنه ممنوع على مجموعة من الشباب بالتجمع بشوارع دمشق إلا بتصاريح أمنية.
فالموسيقى أكيد إلى تأثير، وهي قدرانة الموسيقى ومختلف أنواع الفنون والأدب هي قدرانة تعكس وجهات نظرنا، وقدرانة تقول على الأقل إذا ما كنا قدرانين نخوض معركة بالمعنى المادي إنه نحن نشيل سلاح ونقاوم على الجبهات، بس نحن فينا نقول آرائنا. وهذا اللي بتخيل كل سوري أو كثير من السوريين اللي شاركوا بالثورة طلعوا مشانه لحتى يقدروا يعبروا عن أفكارهم. طيب عروة، شو رأيك بالفن اللي عم يصير بثورتنا الكبيرة؟ حقيقة في إنتاج كبير من الفن بالثورة، بسبب إنه نتاج فني كبير، بسبب إنه نحن قدرنا نطلع من حالة الحصار أو القوقعة اللي كان حاطنا فيها النظام، ونعبر كلياتنا بمختلف وسائل التعبير. ما بدعي إنه أنا مطلع على كل شيء عم بيكون من النتاج الفني للثورة، بس برغم الخلاف اللي موجود انه هنا في البعض بيقول انه في نوع من الفن لا يرتقي الى الفن، او من النتاج لا يرتقي الى النتاج الفني بالثورة. بس بتخيل هذا جزء من الحراك اللي ممكن يأسس لحركة فنية بعد مرحلة بسوريا، بحراك فني. نحن عم نجرب. انا كنت بكتب قبل الثورة، ببداية الثورة مسكت كاميرا وتعلمت حقيقة اني خوض بمجال الفيلم الوثائقي، فانا عم بتعلم وبحاجة للدعم من أنا أو من كتير الشباب اللي عم يشتغلوا بمجال الفيلم الوثائقي أو بمختلف الفنون الأخرى. نحن بحاجة للدعم والتعامل مع التجربة بمعطياتها، بمعنى أنه نحن لساتنا عم منخوض هاي التجارب الجديدة بظروف إنتاجية بالدرجة صعبة، بسبب عدم وجود التمويل والدعم، وبسبب الظرف الإنساني الصعب. الشباب اللي عم يشتغلوا بسوريا تحت القصف والحصار، من الصعب الطالبيون بسوية فنية عالية. فالمفروض انه تنحط هاي التجارب بسياق الطبيعي حتى تتحاكم. ورغم هيك، رغم احيانا النقد القاسي اللي بيوجه لتجاربنا او لتجارب بعض الشباب، انا متفائل بهذا الحراك الفني، وبطلب انه يندعموا الشباب اللي عم يخوضوا تجاربهم للمره الاولى، ولو كانت تجارب فاشله او سيئه او ما بتعكس المضمون الحضاري للثوره بالمعنى العام. بس من الواجب انه تندعم هي الخبرات او هي المواهب اللي عم تتفجر حاليا، لحتى بعدين تأسس لفن حقيقي أو حراك فني حقيقي بسوريا. تمام. طيب عروة، بنهاية اللقاء حابين نسمع منك رسالة من قلبك لسوريا بلدك. تحية لهم، تحية لكل بطل موجود على الجبهات، وتحية لكل عائلة شهيد فقدت أولادها أو حدا من أفراده. شكرا كتير عروة بنهاية هاللقاء، ومبروك مرة تانية على جائزة فيلم شارع الموسيقى، وكل مين شارك معك، وانتو فخر لكل السوريين الأحرار. شكرا كتير لإلك، شكرا للبرنامج اللي عم بيحاول يسلط الضوء على هاي التجارب، وأنا كمان بفتخر فيكم. شكرا. لا تبكي فأحزان الصغر تمضي كالحلم مع الفجر، فقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري. إن سهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا، فالدفء يعمر أضلعنا ولهب الأرض بنا يسري. ولهون مستمعينا وصلنا لختام الحلقة 10 من الفن بثورتنا الكبيرة. الشكر الكبير للمخرج عروة المقداد وأفلامه اللي بتعطينا أمل، والشكر الكبير كمان لفريق الإعداد شباب حاجز باند. كان معكم أنا ديما السيد من وراء المايك، وسلام إلكم من بلد السلام والفن والحضارة، سوريا. جنة 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 يا وطن،